عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. هنعمل مع بعض بقى النهارده كده الموفن الحادق. ينفع يبقى فطار، ينفع يبقى عشاء، ينفع يتحط في اللانش بوكس بتاع الاولاد. عادي جدا. انا حطيت هنا كده بيضتين، وبعد كده حطيت كوبايه لبن، وضربتهم بالمضرب لحد ما الخليط كله يمتزج مع بعض، لحد ما الصفار البيض ده ما يبقاش موجود. ضربتهم كده كويس جدا جدا. وبعد كده حطيت نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. هي تبان ان هي كتير، ولكن هي نص معلقه صغيره بس، يعني ما كانش كتير ولا حاجه، بس هو عشان عمل على الوش. وبعد كده حطيت كوبايه ونص من الدقيق، وبعد كده ضربتهم كويس. الخليط ده بيبقى عامل زي خليط الكيكه، يعني ما بيبقاش تقيل وما بيبقاش خفيف، يعني ينفع يسكب كده عادي بالمعلقه. هو بيبقى عامل زي خليط الكيكه. هو ممكن يكون هيبان في الفيديو شويه ان هو خفيف، ولكن هو لا، هو بيبقى تقيل شويه. هو كان اتقل من كده يعني، بس انا حسيت في الاخر ان هو تقيل خفيف شويه، فحطيت كمان نص كوبايه دي. وبعد كده حطيت جبنه رومي وجبنه موتزاريلا. وبعد كده حطيت فلفل الوان وبصل. وبعد كده حطيت جبنه فت عاديه. وبعد كده حطيت معلقتين صغيرين من البيكنج باودر. هكتب لكم المقادير بالتفاصيل بالظبط في صندوق الوصف. حسيت ان هي خفيفه شويه فزودتها حبه دقيق. وبعد كده في طاسه على النار، على نار هاديه جدا، نار هاديه جدا يعني، زي ما بنعمل الرز كده، اعلى شويه، شويتين صغيرين بس. بعد كده بدأت ان انا احطها بالمعلقه عادي. سهله جدا وبسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه، وينفع تعملوها غدا وينفع تعملوها عشاء وينفع تحطوها كمان للاولاد في اللانش بوكس المدرسه الصبح. بسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه وخفيفه. اول ما بتاخد لون كده من على كل وش بروح قلبها، وتمسك نفسها بروح قلبها على طول. وبعد كده بطلعها. بين كل طاسة وطاسة بدي دهنة زيت على نفس النار برضو هادية. مش بعلي النار عليها خالص عشان خاطر ما تتحرقش وما تبقاش نية من جوه. اول ما بتاخد لون وتمسك نفسها من تحت بروح قلبها على الوش التاني. بس وبس كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة. انا اسمي اميرة ودي قناتي، وده شكلها النهائي. شايفين قد ايه طرية وهشة من جوه، مفيهاش اي حاجة، وسهلة وبسيطة وما خدتش وقت. في 10 دقايق بتكون جاهزة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكرة. مع السلامة.